تعالوا معايا النهاردة هنعمل مع بعض ريش على رز أحمر. ريش مشوية في الفرن، احنا بنجيبها مستوية بس بتبقى ملفوفة في قلب مشمع، بتبقى مستوية 24 ساعة، بس بتكتسب كمية سوائل كده بالتفريز، بتبقى مفرزة. بنجيب كده عندنا ورق فويل وورق زبدة ونحطها فيها بسمنتها والصوص بتاعها اللي بقى موجود فيها المية، وتلفيها لفة كويسة ونحطها في الفرن. بتبقى مشوية على فحم خشب، مشوية 24 ساعة، بس طعمها ونكهتها جميلة جدا، معمولة بالصوصات والصوص، محطوط عليها ملح وفلفل بس بهارات رهيبة جدا، روعة روعة روعة. فاحنا بنجهزها زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ بقى احطها شغلت الفرن، وقلت احطها في الكيس في الورق الزبدة والورق الفويل، وابدأ بقى الفها. وانا هنا اهو كنت عملت الرز وبدأت احطه، اغرفه، وبعدين اجيب بقى الكشنة بتاعته واحطها عليه. بوريهولكم بسم الله ما شاء الله. جميل جدا، ده رز بسمتي. هجيب بقى الكشنة عاملاها بالمكسرات وصدور الفراخ، احطها عليه، شايفينها فيها قطع طماطم، بصل ومكسرات وقطع طماطم وصدور الفراخ، بتشوحيهم كلهم مع بعض وتحطيهم على الرز البسمتي. والرز البسمتي ده محطوط فيه صلصة، طريقته جميلة. ان شاء الله المرة الجاية هبقى اصوره لكم وانا بعمله، رهيب جدا جدا جدا، وريحته ما شاء الله قلب البيت قلب. خلاص كده جهزنا بقى الطبق بتاعنا. نبدأ بقى نجيب هجيب الريش اللي انا حطاها في الفرن واحطها فوقيه، طبق كده يشرفك كده قدام اسرتك كده واهل بيتك، ولو عندك ضيوف جميل جدا. طلعت الريش وقطعتها طبعا عشان ما شاء الله هي طويلة اطول من الطبق، وحطيتها وطلعت عندي بالنتيجة الجميلة دي، مكرمنة رائعة جدا ورهيبة، شكل وطعم وريحة ما اقول لكمش، رهيبة 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 رهيبة. انا بحب كده اجيب لكم الافتكاسات الجديدة اللي موجودة في السوبر ماركت واعملها لكم، رائعة جدا ورهيبة.